تعالى نشوف السؤال اللي جاي ده. سؤال بيعتمد على الرياضة شوية. بيقولك دايرة على التوالي تتكون من عنصرين نقيين، كان كل من التيار والجهد يعطى من المعادلة. طيب الفي بتعطى من المعادلة ايه؟ الفي بتساوي 200 ساين 2000 تي زائد 50. طب والاي للأسف معمولة بالكوزين، فأنا عايزة أحول الكوزين لساين، فأنا هقول الاي هتساوي ادي الأربعة، بدل كوزين هكتب ساين، وادي 2000 تي، بس هعمل ايه؟ هزود 90 عشان احول كوزين لساين، هزود 90 على 10 فتبقى 100. فكده اقدر اعرف فرق الطور ومين سابق مين وايه العناصر الموجودة في الدايرة دي. كده التيار هيبقى سابق فرق الجهد ب50 درجة، ده 2000 زائد 50، 2000 تي زائد 50، وده 2000 تي زائد 100. يبقى هنا التيار بيسبق فرق الجهد بزاوية طور قدرها 50. فمين بقى التيار اللي بيسبق فرق الجهد ده؟ في دايرة المكثف والمقاومة. دايرة المكثف والمقاومة طبعا انت هتعدل هنا تكتب دي فراد، فبالتالي الهنري والهنري والهنري مستبعدة، مفيش غير دي، فانا هختبرها يعني الاجابة ب، لان هو ايه؟ مقاومة ومكثف. طيب السيتا بتساوي 50، دي زاوية الطور. زاوية الطور تان 50 بتساوي سالب، طبعا دي سالب لان في المكثف بيبقى موجود في الربع السالب اللي هو زاوية الطور، سالب اكس سي على الار. الار احنا مش عارفين قيمتها كام. هنشوف تان 50 هتطلع عندك هنا، طبعا السالب هيروح مع السالب، هيطلع عندك 1.2، يبقى 1.2 بيساوي اكس سي على الار. طيب يبقى الاكس سي هيساوي 1.2 ار. تمام. طيب هنتعامل ازاي بقى؟ هنقول ان احنا عندنا الزد، هنقدر نجيبها ازاي؟ ما احنا لو قسمنا الماكس على الماكس هيطلع الزد، الافكت على الافكت هيطلع الزد، بس المهم البسط والمقام يكونوا زي بعض. فانا هقسم الفي ماكس على الاي ماكس، هيطلع قيمة الزد 200 على 4 فيها 50 اوم. 50 دي عبارة عن الجذر التربيعي لار تربيع زائد الاكس سي تربيع، والاكس سي هشيلها واكتب 1/10 ار كل تربيع. كأنك هتقول 50 جذر، هتكتب كده، هتكتب جذر 1 تربيع زائد 1.2 تربيع، هيطلع معاك 1.56، بس هتكتب ار. يبقى اتعاملت مع الارقام في الاخر ايه؟ يبقى معاك الار. طيب من هنا ممكن اجيب الار هتساوي البعيد على القريب 50 على 1.56، هيطلع الناتج 32 اوم. يبقى المقاومة المطلوبة في اول حاجة 32. طيب نقدر بقى نجيب الاكس سي. نقول الاكس سي عبارة عن 1.2 في الار اللي هي 32، هيطلع عندك الاكس سي 38.4 اوم، بس هو مش عايز الاكس سي، هو عايز السعة. طيب ما الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي. طيب يبقى السعة هتساوي 1 على 2 والباي ب3.14%. التردد مش عندنا، بس هنجيب السي هنا والاكس سي مكانها، الاكس سي 38.4. فاضلك ايه تخلص المسألة؟ التردد. طب ما انا عندي السيتا دي سيتا ال2000 تي عبارة عن 2 باي اف تي، فالتي هتروح مع التي، ويبقى الاف عبارة عن 2000 على 2 والباي اللي جوه السيتا ب180. هيطلع معاك القيمة دي حوالي 50 على 9. اجي اكتبها هنا 50 على 9، هتطلع معاك الساعة ب7.5 في 10 أس -4. إذا الإجابة ب فعلا هي الإجابة الصحيحة.